مساء الورد، مساء الهنا، يومكم ان شاء الله كله رزق وهنا عليكم. ان شاء الله هنعمله النهارده كيكه خطيره سهله، شكلها تحفه، طعمها خطير، ريحتها قلبت الدنيا. تعالوا بقى نسموا ونصلي على رسولنا الكريم ونشوفوا العظمه اللي احنا عملناها دي عملناها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا معايا شفشق الخلاط، كل حاجاتنا هتبقى في شفشق الخلاط. طلعت 6 بيضات وبدات اكسرهم واحده 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 واحده. لو انت يا ست الكل لسه شايفه قناه مسك جديد، يا ريت تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو وتعملي اشتراك للقناه. اما انت بقى لو انت مشتركه عندي، يا ريت تشوفي الفيديو بتاعي تفتحيه وتتفرجي عليه وتكتبي لي كومنت حلو وتعملي لي لايك من ايديك الحلوه وتصلي على رسولكم الكريم. يلا بقى، حطيت كده يا جماعة 4 فانيليا أو 6 فانيليا، 6 بواكي فانيليا عشان خاطر ريحة الزفار. تمام بعد ما كسرت البيض على طول. تعالوا بقى كده نجيبوا المج بتاعنا اللي في كل بيت مصري، وهبدأ أحط كوباية سكر، والتانية ما شاء الله زي الفل كده. كوبايتين سكر ممكن تستكفي، لكن احنا بنحبها سكرة زيادة فحطيت ربع كوباية كمان، يبقى كده 2 وربع كوباية سكر. معايا بقى زيت يا جماعه، ما يكونش ريحته يعني مش بتاع التموين ده، لا زيت يكون نضيف كده وريحته حلوه، هحط منه كوبايه. تمام كده. ومعايا اللبن الحليب يا جماعه، احط منه برضو كوبايه. كده الامور كلها سهله وبسيطه كده يا جماعه، الامور سهله وبسيطه. ضربتهم بقى ضرب كويس لحد ما عملوا الفوم ده معايا في الخلاط يا بنات. تعالوا بقى شوفوا الخليط، ما شاء الله فتح معايا ولونه ابيض زي القشطه، ازاي زي الفل كده. تعالوا بقى نحضروا الدقيق مع بعض يا بنات. يلا بقى يا ست الكل، لايك من ايديك الحلوه كده. المقادير لحد دلوقتي سهله وبسيطه ومش محتاجه تعب خالص، هتعملي احلى كيكه وهتعملي احلى حاجه حلوه لولادك. معايا بقى الكوبايه كده يا جماعه بتاعت المج العادي ده اللي احنا عاملين يعني المقادير كلها عاملينها بيها، ما تغيريش الكوبايه خالص. معايا بقى كده المصفى بتاعتي دي، وهبدا احلل كده، انخل الدقيق معايا عليه باكو بيكنج باودر كامل. اخلطي كده يا حاجه، تمام وزي الفل كده يا بنات. لو في اي حاجه مكلكعه في الدقيق بتظهر معايا على طول. هحط كوبايه كمان عسل كده، ادي كده الكوبايه التانية. برضو هحللها يا بنات عشان تفتح كده الانسجه بتاعت الدقيق كده، يتفتح كده لو في اي حاجه مكلكعه الحقها. هبدا بس اقلب الكوبايتين دول يختفوا، بعد كده هنزودوا الدقيق تاني. اضربي كده، اضربي 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 زي الفل. تعالوا بقى نحط لها التالت كوبايه، ما شاء الله كده يا بنات، تالت كوبايه معايا. يلا بقى انخليها كده زي الفل. ماشيين مع بعض واحده واحده اهيت. المقادير سهله وبسيطه، وان شاء الله هتعملي عظمه باذن الله لاولادك هينبهروا بيها. بصوا بقى يا بنات، خلاص كده يا بنات الكوبايه التالتة اختفت بالطريقه ديت زي الفل كده. اهم حاجه ان انت ما تخليش اي كتل دقيق موجوده في الكيكه. تعالوا بقى نعبوا كده يا بنات نص كوبايه كمان. كده حطيت نص كوبايه كده بالتدريج كده، اشوفها محتاجه تاني ولا لا. زي الفل كده. هاتي بقى الجوانب معاكي كده وما تسيبيش قطع دقيق كده ولا اي حاجه فيها دقيق. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. خلاص كده يا بنات، انا وصلت كده للسمك المطلوب. حطيت 3 كوبايات وربع دقيق. بصوا بقى، قسمت بقى الخليط كده على على بلاستيك، على جزئين، جزء ابيض والجزء التاني هجيب له 3 معالق كبار كاكاو خام وهحطهم عليهم كده اهوت يا جماعه. انا حطيت كده معلقه، هي معلقتين كده، وهشوف بقى هتحتاج مني المعلقه الثالثه ولا لا. واهم حاجه وانت بتحطي الكاكاو الخام، لازم تكوني بتنخليه عشان بيبقى فيه حاجات مكلكعه كده فيه. مصفى صغيره كده هتنخليه بيها هتلاقيه حاجات مكلكعه وانتوا شايفين اهوت. بصوا ما دي المعلقه الثالثه خلاص كده ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحاجات المكلكعه انا بدات اعملها بصباعي عشان خاطر برضو ما تنزلش ويبقى فيها حبيبات مكلكعه كده. كده زي الفل. الخليط معايا جاهز اهوت، بس هضربه بس شويه عشان خاطر اللون يبدا يفتح معايا. تبارك الرحمن كده فل.
المضرب بتاعي ده عقيم يا بنات، والله العظيم تعبت انا من المضرب ده. بصوا خلاص كده الخليط جاهز معايا وبقى زي الفل. خلاص كده يا بنات انا جبت بقى الصينيه بتاعتي وبدرتها بالدقيق كويس جدا، وهبدا بقى احط شويه، واهم حاجه يكون الشويه اللي انت بتحطيهم يكونوا قد بعض. يعني نزلت بشويه اهوت ودومت الشويه التانيين، اهم حاجه يكونوا قد بعض. ايوه كده، والشويه التانيين اهمت. وهنحط بقى شويه شوكولاته، شويه ابيض، لحد ما تخلصي الكميه كلها. شويه بالشوكولاته وشويه ابيض، وهكذا بقى لحد ما تخلصي الكميه. يلا ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا يا ست الكل بقى صلي على رسولنا الكريم وحطي لي لايك من ايديك الحلوه دي، وحياه حبيبك محمد لا تحط لايك بايديك الحلوه ديت وتكتبي لي كومنت حلو وتشجعيني فيه. والله العظيم انا عامله لكم عظمه النهارده. هتاكلي احلى كيكه اسفنجيه طريه هشه رهيبه. يوم الجمعه الصبح كده تفطري بيها، او يوم الخميس او اي يوم تاني مع كوبايه شاي بلبن، وتدعي المسك بقى على العظمه ديت. خلاص كده انا بدات خلصت الكميه كلها يا بنات اهيت. هجيب بس كده المعلقه بتاعتي وابدا انزل كل الكميه، مش عايزين اي حاجه نسيبوها. وخلاص كده ادي اخر شويه في الشوكولاته ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه كده، اهم حاجه بقى وانتي بتعمليها تكوني مولعه الفرن بتاعك على هادي كده يسخن، تروحي مدخله. تمام. ولو انت عندك الفرن البوتاجاز ده هتحطيها في الرف الاوسط. انا هعملها في البوتاجاز بتاعي العادي اللي هو الفرن العادي ده يا بنات. هكون مسخناه كده سنه وما يكونش سخن قوي، اهو الفرن بتاعي اهو. لكن الفرن التاني على 180 هتدخليها في الرف الاوسط. اول ما طلعت معايا قعدت قد ايه مسك، قعدت ساعه الا ربع في الفرن وطلعت معايا زي الفل. هجيب لها حته سمنه بلدي كده يا بنات. تمام. وابدا ادهنها بيها من فوق عسل كده. بصوا بقى هي لسه سخنه مولعه يا بنات. حته السمنه البلدي بقى شوفوا بتسيح معايا ازاي، انا مش قادره حتى امسكها من كتر سخونيه الكيكه. هتدوب معايا كده وهتخلي ريحه الكيكه رهيبه يا بنات، ريحتها سمنه بلدي كلها. خلاص كده السمنه البلدي اختفت معايا يا بنات اهي. هبدا بقى اسلك كده من الجوانب، هي سالكه معايا عشان انا مبدره الصينيه بالدي، بس يعني الاحتياط واجب برضو. ايوه كده تمام. يلا بقى اقلبها بقى معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبناها يا بنات وهبدأ انزلها بقى على الترابيزه. ما شاء الله بصوا ما شاء الله واخده لون ذهبي وتحفه جدا، سواها مظبوط 100%. قلبتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت ما شاء الله. شوفوا طريه طراوه يا بنات رهيبه. قعدت افكر كتير يا بنات هقطعها شكلها، هقطعها هي اصل هما بيعملوها في صينيه مدوره على طول، بشوفها في صينيه مدوره. فانا هقطعها كده مثلثات. يلا نصلي على النبي كده ونقطعها مثلثات. ما شاء الله شكلها حلو هي ما شاء الله. ايوه كده. قطعتها كمان من فوق كده من عند المثلثات عشان المثلثات بتاعتي تطلع مظبوطه. سلكي بقى كده زي الفل عسل كده. تعالوا بقى نطلعوا العظمه دي واوريكم بقى جمالها وحلوياتها. نجيب لكم بس طبق كده احط لكم فيه الكيكايه. بصوا يا جماعه، بصوا والله العظيم هي بتتكلم عن نفسها، هشه جدا وطريه ما اقولكمش على الطراوه بتاعتها. تعالوا بقى شوفوا الجمال. بصوا كانك مقطعه حتت جاتوه. بصوا بقى الجمال. والله العظيم استاهل كومنت حلو، واستاهل لايك من ايديكم الحلوه دي، وتشجعوني، ويا ريت تشيروا القناه، شيروها لحبايبكم عشان يدخلوا بقى يشوفوا العظمه دي. يلا بقى اللي عجبه الوصفه دي يعمل لي لايك وشير ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت شايفه قناتي جديده يا ريت تعملي اشتراك لقناتي. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله، وجمعه مباركه على الجميع. سلام.